جايب لك طريقه جديده تقدر تكسب منها فلوس، بس الاهم كده قبل ما هنتكلم في اي حاجه الاول كده تصلي على النبي في الكومنتات. اي حاجه لازم يا صاحبي تبقى عارف ممنوع اي ايداع على اي حاجه على النت. يعني حاجات زي كده هيقول لك مثلا شرط السحب تعمل ايداع علشان تروح لفي اي بي او الكلام ده طبعا انا مش بايده خالص، وما بحبش اعمل اي ايداع خالص على اي حاجه اشتغل عليها على الانترنت. تمام. فهتعمل ايه؟ هتعمل زي ما انا بقول لك كده بالظبط، هتروح تدعي اصحابك، مش هتعمل اكتر من كده، وهتلف الدوران ده. والسحب زي ما انت شايف بيقول لك من اول $1. انا عموما كل الحاجات اللي بنزلها ما بنزلش فيها اي ايداع خالص. انا دلوقتي جايب لك حاجه جديده لسه تقريبا ما حدش اتكلم عليها كتير، وهتقدر تكسب منها فلوس من غير ما تعمل ايداع والشغل ده. هتعمل ايه يا صاحبي؟ هتبدا كل يوم تدخل زي ما انت شايف لمده 24 ساعه، بيجي لك 3 دوران هنا. الدوران ده كل ما بتعمله بيجي لك سنتات. طبعا هنا السحب من اول $1 زي ما انت شايف كده، وهقول لك هتعمل ايه بالظبط. طيب تعالى دلوقتي نبدا. ان انت واحد لسه داخل على الرابط، هيظهر معاك ايه او هتعمل ايه علشان تقدر تكسب من البوت ده. زي ما انت شايف كده هبدا ارجع وهروح كده على حساب جديد زي اللي انت هتعمله بالظبط. انا دلوقتي مثلا سايب لك الرابط بتاعي في الوصف وفي الكومنتات. انت هتعمل ايه؟ هتبدا تضغط بس كده على الرابط وهتبدا تعمل ستارت. زي ما انت شايف يا صاحبي بيقول لك انضم للقناه. طيب مهم جدا ان الشخص اللي انت هتدعيه لازم يعمل انضمام للقناه، لان ده هيتحسب لك عليه الدعوه بتاعتك. طيب الشخص ده ما عملش انضمام، الدعوه بتاعتك هتبقى فيك مش هتتحسب. فضروري لما تبعت لحد الرابط ان هو يعمل انضمام عشان هو هيستفيد وانت هتستفيد برضه. فهنبدا نضغط هنا كده. طبعا اول ما عملت انضمام بدا يظهر لك القناه بتاعتهم. زي ما انت شايف بيجيب لك الناس اللي سحبت. يعني في ناس كتيره قوي قدرت ان هي تسحب من البوت ده، وفي اعلى حد تقريبا كان $41. وزي ما قلت لك البوت لسه جديد، لسه معاه يعني ما بقاش ترند. تمام. فالحق استغل ده. انت فرصتك دلوقتي، ابدا سجل وادعي الناس وغيرك يستفيد. انت هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تعمل انضمام من هنا كده. اضغط بس كده وبكده انت عملت انضمام على القناه بتاعتهم. هتبدا ترجع وتبدا تعمل تشغيل. وطبعا هنا بيقول لك اذهب الى الدوران. تمام. بيجي لك اهو 3 دوران كل يوم. هتبدا تعمل استمر، هتلف تاني. طبعا لو خدت بالك كل دوران انت بتعمله بيزيد السنتات بتاعتك اهي، وتقدر تسحبها من اول $1. وهقول لك هتعمل ايه في خانه السحب. زي ما انت شايف اهو بيجيب لك اعلى ناس سحبت، اعلى حد زي ما قلت لك $41. طيب هنا بيقول لك اهو ادعي علشان تعرف تلف الدوران. كل ما هتدعي حد هتقدر تلف الدوران ده والفلوس بتاعتك هتزيد. تمام. طيب هنا طبعا هتضغط على ادعي الدوران دي. انت بقى هتاخد الرابط بتاعك علشان تروح تدعي اصحابك. هتعمل ايه؟ ادخل مثلا على اول حاجه او ابعت لاي حد على التليجرام. المهم ان انت تنسخ الرابط بتاعك ده. انا بعته على الرسائل المحفوظه دي. تمام. ده كده الرابط بتاعك. هتبدا تعمل نسخ وتعمل كوبي كده، وبكده الرابط جاهز معاك. تقدر تبعته بقى لاي حد، تنشره في كل مكان اللي انت عاوزه. المهم ان انت تجيب ناس. طيب انا دلوقتي عاوز ادخل على اللعبه تاني. الافضل ان انا اعمل لها تثبيت كده علشان تبقى قدامك. اول ما تدخل على التليجرام تبقى قدامك كده. هنبدا نعمل اوبن ونبدا نعمل ستارت. ده كده بالنسبه للدعوات. وزي ما قلت لك انت بينزلك كل يوم 3 لفات للدوران ده علشان تاخد السنتات دي. طبعا كل اللي هتدعيه هتدخل على خانه الدعوه ده، هيجي لك بقى الناس اللي دخلت على الرابط بتاعك من خلال الحاجه هنا، وهيقول لك الشخص ده اذا كان انضم للقناه ولا لا. لو خدت بالك من الكلام اللي قدامك ده، اي حد مش هينضم للقناه فيعتبر الدعوه بتاعته مش محسوبه. تمام. وهو نفسه مش هيعرف يستفيد. فهنبدا نعمل اغلق كده ونبدا نروح على خانه السحب. زي ما انت شايف هيجي لك هنا طبعا السحب اللي انت هتعمله، هيقول لك تم السحب نجاح، وتحت المراجعه كل حاجه هتعرفها بخصوص السحب من هنا. ولو سحبت اكتر من مره هيجي لك طبعا في الخانه دي. تبدا تعمل هنا بقى، تبدا تدخل حساب فودافون كاش بتاعك. شايف هنا بيقول لك العراق. انا عاوز مثلا ادخل مصر. في عندك العراق، مصر، المملكه العربيه السعوديه. فهنبدا نختار مصر، وتبدا تدخل طبعا رقم الفودافون كاش بتاعك في الخانه دي، وتبدا تعمل حفظ. تمام. انا رقم الكاش بتاعي انا عامله على حساب الاساسي. ده حساب التاني اللي انا حبيت اوريك تسجل عليه ازاي وتعمل ايه بالظبط. تمام. فزي ما انت شايف الموضوع سهل جدا. ما تكسلش يا صاحبي، ابدا اشتغل علشان تلحق الحاجه في بدايتها. كل ما هتتاخر كل ما الحوار ده هيكون طبعا قدم، هينزلك شروط كتير وهيبقى فيه لعب كتير. فالحق الموضوع من اوله. الموضوع زي ما انت شايف سهل، مفيش اي صعوبه في اي حاجه خالص. ودي كانت طريقه النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه لو انت جديد، وتعمل لايك وكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.